ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في تطور خطير، أقدمت ميليشيات جبهة البوليساريو على تنفيذ هجوم استهدف محيط مدينة أسمارة، وذلك عقب إطلاق 3 مقذوفات من شرق الجدار الأمني في محاولة واضحة لبث الرعب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد سقطت القذائف في مناطق متفرقة خارج النطاق السكني، حيث سقط المقذوف الأول أمام السجن المحلي، بينما سقط الثاني خلفه، في حين سقط الثالث بمنطقة أكويز الواقعة خلف مقبرة المدينة. ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، وهو ما يعكس فشل هذا الهجوم في تحقيق أهدافه. وفور وقوع الحادث، استنفرت السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية عناصرها، حيث تم تطويق أماكن سقوط القذائف وفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء، وسط حالة من اليقظة والاستعداد الكامل للتصدي لأي تهديد محتمل. ويأتي هذا الهجوم في توقيت حساس، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، وفي ظل الدينامية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، ما يطرح تساؤلات حول خلفية هذا التصعيد ومحاولة التشويش على حالة الاستقرار والتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويرى متابعون أن هذا العمل يعكس استمرار نهج التصعيد والتوتر، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى الحلول السلمية واحترام الاستقرار الإقليمي. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يبقى التأكيد على أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة المواطنين ولا من استقرار المنطقة.